السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا نكمل سلسلة الفيديوهات بتاعة نواعم العيد، والنهاردة هنعمل البيتي فور بطريقة سهلة قوي 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 وحلو جدا ولذيذ جدا جدا جدا، وأطعم من اللي هتجيبيه من بره بكتير. قبل ما نخش على المقادير بتاعتنا ما تنسوش ان احنا نصلي على النبي في كومنت، وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وانصرهم نصرا عزيزا يتعجب له أهل السماوات والأرض، ويرحم أمواتهم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أنا هعمل مقادير كيلو ونص دقيق، تمام، وهسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف. حلو كده. أول حاجة دلوقتي عملتها، الكيلو الدقيق بياخد معايا 750 جرام من الزبدة أو السمنة، وعليهم 400 جرام من السكر البودرة. تمام. ده لو انتي هتعمليه في الكيس، لكن لو هتعملي البيتيفور بتاعك بالمكنة يبقى كيلو الدقيق هياخد 650 جرام من السمنة و350 جرام من السكر. تمام كده. هنقول المقادير تاني. كيلو الدقيق بياخد 750 جرام من الزبدة أو السمنة، عليهم 350 جرام من السكر البودرة. ده لو هتعمليه في الكيس. لو هتعمليه في المكنة هياخد 650 جرام من الزبدة أو السمنة، وعليهم 350 جرام برضو من السكر البودرة. حلو كده الكلام. بعد كده هضربهم مع بعض كويس أوي، السمنة مع السكر، لحد ما قوامهم يتقل كده زي ما شفتهم بالطريقة دي، وقوامهم يتقل كده ويفتح. انا اشتغلت بالزبدة مش بالسمنة. وبعد كده هنزل عليهم. كل كيلو بياخد مني 3 بيضات، 2 الصفار بس وواحدة البياض بالصفار. تمام كده. انا شغالة في مقادير الكيلو ونص، عشان كده حطيت بيضتين البياض بالصفار واربع بيضات الصفار بس. تمام. حطيت 4 بيضات الصفار بس وبيضتين الصفار بالبياض. حلو كده الكلام. وبعد كده هنزل عليهم بالفانيليا. انا حطيت الفانيليا على البيض، وحطيت كده، نزلت بالبيض بضايه بضايه بعد ما السكر مع الزبده قوامهم تقل قوي كده، بقى عامل زي قوام الكريم شانتيه زي ما انتوا شفتوه. نزلت بالبيض بضايه بضايه ولميت كده البيض، وضربت كده البيض معاهم لحد ما اختلطوا مع بعض كويس قوي. وهنزل دلوقتي بكيلو دقيق مره واحده، وهلم العجينه. انا مش هعجن، هلم العجينه بس كده. هدخل الدقيق جوه الخليط بتاعي لحد ما العجينه تتلم. والعجينه دي هنقسمها بالنص، نص هنعمله ابيض ونص هنعمله بالشوكولاته. وانا نزلت بكيلو دقيق مره واحده، وهنزل بالنص كيلو التاني تدريجيا حبه حبه لحد ما العجينه تظبط معايا. علشان خاطر يعني ايه، في الاخر شيلي معلقتين كبار كده من الدقيق، عشان خاطر هتحطي مكانهم كاكاو. انا بعد ما حطيت كيلو الدقيق وقلبته كده، ورحت نزلت بقى بنص كيلو الدقيق التاني، بس شلت منه معلقتين عشان خاطر هنحط منهم كاكاو على الجزء التاني، على الحبه اللي احنا شلناهم. قسمت العجينه بالنص، وحطيت بقى باقي الدقيق على العجينه دي لحد ما قوامها ظبط معايا. هوريكم قوامها دلوقتي. قوام العجينه خطير، قوامها حلو قوي قوي، طريه كده. هي العجينه اللي بتعمل في الكيس تبقى طريه شويه. ده كده قوامها هيبقى عامل شويه زي قوام الغريبه وهي لسه عجنينها طريه شويه. وبعد كده شلت طبعا ايه الكميه اللي انا قسمتها، نزلت عليها بمعلقتين من الكاكاو. حسيت ان العجينه بتاعتي طريه قوي، هنزل عليها بشويه من الدقيق طالما لون الكاكاو ظبط معايا. بس هي كده المقدار ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط باذن الله. انا هشتغل بالقمع دوت وهشتغل بقمع تاني. هجيب بقى كده كيس حلواني وهحط فيه القمع بتاعي، وهجيب بقى السجون والبيديفور. وحطيت كيس بيكنج باودر. تمام. لو هتعملي كيلو واحد بس من البيديفور هتحطي معلقه واحده بس من البيكنج باودر. هتعملي كيلو ونص، حطي معلقة ونص. يعني الكيلو بياخد معلقة واحدة بس، اللي هي المعلقة اللي بتاعت الشاي دي، معلقة واحدة بس صغيرة من البيكنج باودر. تمام كده. وحطيت معاها كيس من البيكنج باودر اللي هو معلقة ونص. وهبتدي دلوقتي ان انا اشكل البيديفور بتاعي بالقمع كده زي ما انتوا شايفين. النقشة بتاعته حلوة قوي، والبيديفور ما بيخمرش طبعا، يعني بنشكله بندخله الفرن على طول يستوي. بيتشكل بمنتهى السهولة، والنقشة بتطلع حلوة قوي زي ما هي، ولا بتروح ولا بتغير ولا بيجرالها اي حاجة. هسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف، بس احنا اشتغلنا على مقادير الكيلو ونص. اشتغلت كده بقمع، وهشتغل برضو بالقمع التاني. اشتغلت كده القمع الاولاني، وده كده شكل تاني اللي هو شكل الوردة، هشتغل بيه برضو اللي هو البني.
شكله حلو قوي قوي. يعني انا بحس ان القمع بيبقى تشكيلاته احلى بكتير قوي من الكيس، بعرف ان انا اشكل فيها. عملنا برضو شكل تاني اهو اللي هو طويل شوية. بس الصاج اللي بخلصه بدخله الفرن على طول على درجة حرارة 170، ما تزيدش من كده. بتولع النار من تحت بس. اول ما بياخد لون بس كده بسيط من تحت بروح طافيه، بروح مخرجاه من الفرن على طول. يعني هو ما بيستويش، لا هو بياخد لون بسيط خالص كده من تحت اهو. اللون ده كده بياخده من تحت زي ما دخلناه الفرن زي ما خرجناه. ولا فرش ولا جراله اي حاجه عشان عاملينه بزبده. لكن لو هتعمليه بسمنه خدي بالك ان السمنه هتخليه يفك شويه. حلو كده الكلام. بعد ما برد خالص بقى هنبتدي ان احنا نزينه. هنزينه بقى مع بعض بالشوكولاته، وهنزين بقى بالمكسرات بجوز الهند. حابه تخليها سوداني وجوز هند بس تمام. تعمليها مثلا من غير شوكولاته برضو تمام. احنا هنزين دلوقتي وهنعمل كذا شكل وكذا طريقه للتزيين. حلو قوي، تقدري ان انتي تعملي اللي انتي عايزاه. انا عندي شوكولاته اللي هي الشوكولاته فيينا، اللي هي الخام. جايبه منها الابيض وجايبه منها البني، مسيحاهم على حمام بخار. يعني سيحتهم على حمام بخار واديت كل حاجه فيهم معلقه كده من الزيت بعد ما ساحت على حمام البخار. الشوكولاته البيضه اديتها معلقه زيت بعد ما ساحت، والشوكولاته البني اديتها برضو معلقه زيت بعد ما ساحت. وعندي بقى المربى دي اللي احنا عملناها في تفريزات الفواكه بتاعت رمضان. وعندي جوز هند وعندي مكسرات مطحونه كده منعماها قوي. وعندي فستق برضو ناعم منعمه قوي. حابه بقى ان انت تقفليها اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حابه ان انت تقفليها تحطيها من جوه بالشوكولاته، يعني تلزقيها بالشوكولاته مش بالمربى. تمام اللي يريحك. المربى مع الوقت بتخلي البيتيفور يبقى طري شويه، الشوكولاته بتنشفه. انا بصراحه بحب ان انا الزقه بالمربى، مش بحب الزقه بالشوكولاته. بس انتي حابه تلزقيه بالشوكولاته مفيش اي مشكله، لزقيه بالشوكولاته. انا بقى الابيض كده بديله كده حته صغيره من المربى واروح لازقه كده الاتنين في بعض. والابيض بحطه في الشوكولاته البني، والبني بحطه في الشوكولاته البيضاء. تمام. ممكن تستغني عن خطوة الجوز الهند والمكسرات والسوداني وكل الحاجات دي، تستغني عنها خالص. وتستكفي بس بالشوكولاتة كده، وتديها ايه الشوكولاتة البيضة تديها دهنة كده من الشوكولاتة البني، والشوكولاتة البني تديها خطوط كده بالشوكولاتة البيضة. وتستغني عن خطوة المكسرات او السوداني دي خالص. تمام. بس انا حبيت ان انا اعمل كذا شكل. يعني عملت شويه صغيرين كده بالفستق، وعملت شويه بالمكسرات، وعملت شويه بجوز الهند، وعملت شويه بالشوكولاته البيضاء وشويه بالشوكولاته البني. شكلنا حبه حلوين كده مع بعض، هتشوفوهم دلوقتي شكلهم خطير. بس انا بحب ان انا الزقها بالمربى واغطسها كده في الشوكولاته، مش بحب ان انا الزقها بالشوكولاته. والمربى دي اصلا احنا عاملينها في البيت، يعني حاجه كده من الاخر. اهو دي اللي بالمكسرات، وده بجوز الهند، وده بالفستق. وكده خلاص بعد ما خلصت الكمية عملت معايا كمية حلوة قوي قوي قوي. يعني كيلو ونص دقيق طلعوا معايا بتاع 3 كيلو بدي فور لو هتشتريه من بره كده بالكيلو جاهز. وشوف الكيلو دلوقتي عامل كام، وما اخدوش مننا وقت ولا مجهود ولا حاجة خالص. حطيت كده اكياس تلاجة في قلب العلبة من تحت، ورصيت عليهم كده البدي فور زي ما انتوا شايفينه. عملت حبة بوز الهند، ده البني اللي هو عملناه بالشوكولاتة البيضة، والابيض عملته بالشوكولاتة البني. وسبتهم كده هديهم خطوط دلوقتي بالشوكولاتة الابيض كده، البني كده هديله خطوط كده من الشوكولاتة البيضة بالشكل دوت. والابيض هديله خطوط كده بالشوكولاتة البني. في احلى من كده بقى؟ ادينا عملناه في البيت واحلى من الجاهز كمان بكتير. عملنا بالفستق وعملنا بالمكسرات وبجوز الهند. ممكن تستبدلي المكسرات بسوداني بس وجوز هند بس، مفيش اي مشكله. ما توقفيش نفسك على حاجه، هاتي سوداني وقشريه وطحنيه واعملي بيه، وجوز الهند واعملي بجوز هند. وما توقفيش نفسك على حاجه. وممكن تعمليه بشوكولاته بيضه بس وشوكولاته بني، مفيش اي مشكله. المتاح عندك اقدر ان انت تعملي بيه. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه،
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة